يا صباح الخير، انا سمر ودي قناتي. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض العيش الشامي اللذيذ ده المنفوخ زي ما انتم شايفينه. عيش مطاعم الفول والطعميه. حلو جدا. ممكن تعمليه كمان عيش لسندوتشات للاولاد في المدارس، حلو جدا، او للعشاء او للفطار. يلا نبدا وصفتنا ونقول بسم الله. معايا 4 كوبايات من الدقيق او نص كيلو دقيق. نص كيلو دقيق بيعادل 4 كوبايات. هنزل عليهم معلقه سكر كبيره، وهنزل عليهم كمان بنص معلقة ملح صغيرة، وبعدين هنزل عليهم معلقة كبيرة خميرة فورية. هبدأ أقلب كل المكونات الجافة مع بعضيها كده لغاية ما يختلطوا. زي ما انتم شايفين كده. هبدأ بقى أنزل من كوباية لكوبايتين لبن دافي يا جماعة، اللبن يكون دافي. نزلت بأول كوباية، هبدأ أقلب كده. لو احتاجنا طبعا هنحط لبن تاني. كده الخليط محتاج لبن تاني. هنزل عليه بنص كوباية من اللبن، وهبدأ اقلب برضو من اللبن الدافي. هقلب كويس جدا كده. في المرحلة دي انا احتاجت ربع كوباية لبن تاني، حطيتها وابتديت بقى الم العجين كده. هبدأ بعد ما الم العجين، هبدأ احطه على المفرش عشان اعجنه. العجن هياخد من 7 دقايق ل10 دقايق. لو هتعجني في العجان 5 دقايق بس. هبدأ انزل هنا بمعلقتين من الزيت الكبار كده عشان ابدأ الم العجين كويس واعرف اعجن. هبدأ اعجن كده بقى، الم العجين من جوه لبره لغاية العجينة ما تبقى كويسة جدا معايا. نبدأ نلم العجين خالص زي ما انتم شايفين. العجينة لينة وحلوة جدا معايا. هبدأ كده امسح البولة بشوية زيت، وبعدين هحط العجينة فيها وهغطيها واسيبها لمدة نص ساعة او ساعة لغاية ما تختمر. لو الجو ساقع ممكن تحطيها في الفرن البوتاجاز لغاية ما تختمر معاكي، وبعدين نشوفها مع بعض. عايزه اقول لكم ان ريحه الخبيز في البيت بتبقى جميل وبركه وخير كده، حاجه كده من الاخر. والعيش عجب بنتي جدا بصراحه، وقالت لي يا ماما اعملهولي تاني. تحفه 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 بصراحه. زي ما انتم شايفين كده. هنبدا نشوف العجين بعد ما اختمر. بصوا العجينه اختمرت خالص، حطيت صوابعي فيها، الخمر واضح جدا فيها زي ما انتم شايفين كده. هنبدأ بقى نرش شوية دقيق كده على المفرش، ونبدأ بقى نعمل ايه. نبدأ نقطع الكور بتاعة العيش. الكرة بتاعة العيش الشامي بتبقى من 30 جرام ل40 جرام. لو انت عايزاها زي بتاع بره بالظبط، او اكبر من حجم الليمونة بشوية. لو انت عايزاه كبير طبعا هتكبري الكورة، لكن هو ده الحجم المناسب اللي هو العيش الشامي بتاع بره. نبدأ بقى نكور كويس. لم العجين كويس كده في ايدك من جميع الجوانب زي ما انا بعمل كده، وبعدين كوريه كويس. بيبقى حلو جدا. وانتي طبعا ايه العيش بتعمليه في البيت كده وريحته حاجه كده بصراحه فظيعه يعني. زي ما انتم شايفين انا بكور الكور معاكم. بس الكوره عامله ازاي؟ زي ما قلنا اكبر من حجم الليمونه بشويه، او من 30 جرام ل40 جرام. بعد ما كورت الكور كلها كده، جبت مفرش كده وهغطيها واسيبها مدة 10 دقايق ترتاح، وبعدين نبدأ نشكل العجين مع بعض. زي ما انتم شايفين كده هبدأ اشكل اول كورة. اول رغيف معايا كده فردته بايدي، هبدأ افرد بالنشابة يمين وشمال كده. وسمك العجينة بتاعت الرغيف لازم تبقى من لا سميكة قوي ولا رفيعة قوي. ولو العجين بيلزق في قلب النشابة ممكن تحط شوية دقيق على النشابة، مش هتخلي العيش يطلع معاكي، يعني العجينة تلزق فيها. زي ما انتم شايفين كده. هوريكم دلوقتي السمك بتاع رغيف العيش هيبقى عامل ازاي. يمين وشمال كده لغاية ما تفردي الرغيف كويس جدا، وبعدين نشوفه مع بعض. سهل جدا يا جماعة، مباخدش يعني نص ساعة في ايدينا. حلو جدا، وريحة الخبيث في البيت خير وبركة كده زي ما قلت لكم. والعيش حلو جدا تحفة، وعجب بنتي جدا زي ما قلت لكم. بصوا ده السمك بتاعه، لا تخين قوي ولا رقيق قوي، يعني اقل من نص سنتي كده. افرد الرغيف التاني معاكم كده. ابدا افرد كويس برضو بالنشابة كده.
قلتلك لو العجين مضايقك في النشابه حط شويه دقيق كده عليه وافردي، مفيش اي مشكله خالص. بعد ما فردت كده يمين وشمال يمين وشمال لغايه ما نوصل للسمك اللي احنا ايه عايزينه. هو كده ايه الرغيف خلاص. بصوا السمك بتاعه زي ما انتم شايفين كده. هفرد واحد تالت معاكم كده وبعدين انا اكمل الكميه عشان مطولش عليكم الفيديو. هو ده السمك اللي احنا ايه محتاجينه. كده انا خلصت الكميه كلها. هغطيها بالمفرش لغايه واسيبها تختمر لغايه نص ساعه كده وبعدين نشوفها مع بعض. بعد ما اختمرت كده كده انا غطيت. وبعد ما اختمرت كده جبت جريل على النار او طاسه والنار عاليه فوق المتوسطه يا جماعه. النار عاليه عشان العيش يرتفع معاكي زي ما انتم شايفين كده. هبدا اقلب يمين وشمال على الوش ده وعلى الوش ده عشان ما يتحرقش مني لغايه ما يبتدي بقى يعلى معايا، يبتدي يتنفخ معايا كده زي ما انتم شايفين. ما بياخدش وقت معاكي بس لازم النار تكون عاليه يا جماعه. لو واطيه مش هينتفخ معاكي العيش زي ما انتم شايفين كده. بصوا ابتدى ينتفخ كله ازاي. شكله بيبقى جميل قوي لما بيعلى كده قدامك على النار. هبدأ بقى ايه اقلب على الوش ده وعلى الوش ده لغاية ما ايه ما يحمر معايا. بصوا ده الظهر بتاعه احمر ازاي. هبدأ بقى اقلب. بصوا والوش كمان بقى شكله تحفة جدا، لونه وردي وجميل وريحته بقى ايه مالية الشقة جميلة جدا زي ما انتم شايفين كده. بصوا الرغيف عامل ازاي قابب وجميل ازاي تحفة. بصوا بقى هنا برضو بيبتدي يعلى معايا. تضغطي بقى من الناحية اللي بتتنفخ كده بالراحة يعني. اضغطي عليها بالراحة تلاقي الرغيف كله انتفخ معاكي. نبدأ نقلب على الوش التاني. بصوا يمين وشمال كده وتقلبي على الجنب ده شوية والجنب ده شوية لغاية اللون ما يبقى وردي معاكي. بصوا الرغيف منفوخ ازاي تحفة. بصوا شكله عامل ازاي جميل بصراحة. وخلي بالك وانتي بتقلبي عشان ما تخرمش منك ويهبط منك ما يرتفعش معاكي. خلي بالك من النقطة دي. زي ما انتم شايفين ده الشكل النهائي للعيش كده الشامي تحفة بتاع المطاعم الفول والطعمية. بتعملي لي سندوتشات للمدارس جميل جدا، حاجة كده فاخر من الاخر زي ما بيقول. ما فيهوش حاجة صفطانة. خلي بالك ان حاجة تتخرم منك لان لو اتخرم هيصفط منك وهيبقى ملزق في بعض مش هتعرفي تفرديه. بصوا الشكل بتاعه تحفة. طبعا هفتح لكم واحد عشان تشوفوه زي ما انتم شايفين كده. بصوا شكله من جوه جميل جدا. الوش بتاعه رقيق جدا وتحت برضو الظهر بتاعه رقيق. حتى اللي بقى تتاكل حاف والله زي ما انتم شايفين كده. تعملي سندوتشات المدارس فطور عشاء جميل جدا بصراحة. ما بياخدش وقت معاكي خالص وغير مكلف بالمرة طبعا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.